طبيب دكتور في دروب الطب سالك، سمعة علمية في الدول والممالك، أستاذ وله إنجاز عملية وجهاز في جراحة المسالك، عاشق وباحث في علم المصريات والحضارة القديمة ودراسة البرديات. مجلة روزا على قلبه عزيزة، مقالاته لذيذة، له كتب ومؤلفات. في مكتبة الكونجرس حافظين له كتاب الطب في مصر القديمة عنوانه يا أحباب، وفي موسوعة هو إز هو لإنجازاته اختاروه ده قدوة للشباب. صاحب فكر أديب مش عادي، وفي لجنة ال50 بالمدنية ينادي إبداعات فكرية وهموم وطنية، لقاءات أدبية في صالون المعادي. الوداعة من سماته طيب القلب حليم، وزوجة فاضلة وراء رجل عظيم، علم ودين عاقل رزين، لقب عيلته سيسي وهو الدكتور وسيم. دكتور وسيم السيسي. عشانك انت اتحدى اي مستحيل، يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. عشانك انت اتحدى اي مستحيل، يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسا. مساء الخير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. كلمة سلام كلمة من 6000 سنة فاتت كنا بنقولها، كانت تحت اسم شلام. شلام كلمة مصرية قديمة معناها السلام، خدوها اليهود وقالوا شالوم عليكم، واحنا دلوقتي بنقول سلام لكم وسلام عليكم، ولكنها كلمة مصرية قديمة من قديم الزمان. في علم النفس ما نطلق عليه بتداعي المعاني، واللي بيحصل النهارده هذا المركز العظيم، مركز كاثوليكي، العطاء بدون مقابل، العطاء دون انتظار، بيذكرني بحاجة لطيفة قوي. أيام كنت بشتغل في كامبريدج تعلمت العطاء بدون مقابل من طبيب هندي. أردت إن أنا أبدله ويك أند، فقال لي أوكي يو جو، وأنا هغطي الويك أند اللي بعده. فاعتقدت إن هو عاوز تشيك بحوالي 100 استرليني في تلك الأيام. قلت له I will write you a check. قال لي لا 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 أنا فاضي، روح أنت وأنا هغطي اللي بعده. والويك أند في إنجلترا وشغل إنجلترا هلاك، نص الجمعة والسبت والحد لغاية يوم الاثنين. فبعدين بقول له الدكتور ده كان اسمه باتل، وكانت المستشفى كلها طوب الأرض يحبه، زي ما مصر كلها بتحب المركز الكاثوليكي والآباء الكهنة، لأنهم دائما يعطون دون مقابل. فأنا بقول له أنت بقيت كده حلو إزاي؟ قال لي لما كان عندي 3 سنين أم خدتني في الهند على قمة جبل وقالت لي say loudly I love you. فأنا قلت I love you، وشوية لقيت حد بيرد عليا I love you. قالت لي say I hate you، أكرهك. فقلت I hate you، وشوية وحد بيرد عليا I hate you. قلت لها مام مين اللي بيرد عليا من الناحية التانية؟ قالت لي دول الناس، إذا حبيتهم هيحبوك وإذا كرهتهم هيكرهوك، لكن إذا ما قلتش حاجة ما حدش هيسأل فيك. ما تكبر شوية هيعلموك في المدرسة يقولوا لك echo of sound أو صدى الصوت. قول لهم لا، ده صدى الناس. أن نعطي الحب بدون مقابل لازم هيجي لنا مرة تانية. وده يؤكد اللي قاله أحد الشعراء ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما وضع. إن الجميل وإن طال الزمان به فلن يحصده إلا الذي زرع.
المركز الكاثوليكي بيديني او بيدي مصر كلها النهارده درس مهم قوي. شوفوا نسبة المرأة ممثلة في المكرمين والمكرمات. يا ريت المجالس النيابية بتاعتنا تبقى بهذا الشكل. هل أحد يعرف أن المرأة في الجزائر ممثلة بنسبة 31% في المجالس النيابية، وفي تونس 26%، وفي السودان 24%، وفي مصر 2%. مجتمع ذكوري 100%. حاجة مؤسفة. البرلمان الأوروبي أكد على 3 بالنسبة للمرأة. قال اضطهاد المرأة اضطهاد للطفل، اضطهاد الطفل اضطهاد للمستقبل، مستقبل أي أمة. وأوصى ب3 أشياء: التعليم حتى ينقلها من المرأة الجنس للمرأة الإنسانة، العمل حتى يحررها من العبودية الاقتصادية للزوج، الحقوق السياسية على 2020 لازم تكون برلمانات أوروبا كلها 50% نساء. اوريدي دلوقتي نيوزيلاند 50% واكتر، سويدن 50% واكتر، هولند 50% واكتر، وفي انجلترا في طريقها الى هذا ايضا. كلمة اخيرة: لن يوحد مصر ويعيد لها وجهها الحضاري الا الحضارة المصرية القديمة. الشيء الوحيد الذي لا نختلف عليه نحن جميعا كلنا. تذكروا اللي قالوا الشاعر الإغريقي سيمونيدس حين هزمت اليونان سبارتا، قال: هزمناهم ليس حين غزوناهم، بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم. وطول ما احناش عارفين تاريخنا المصري القديم 5000 6000 سنة فاتت نحن مهزومين. فلا بد. ولما سألوا فرانسيس بيكون قالوا له: كيف تتقدم أوروبا؟ قال لهم: أن يكون لها تاريخ. قالوا له: ملهاش تاريخ. قال لهم: إذن فلتأخذ التاريخ اليوناني الروماني الذي هو مبني على التاريخ المصري. يكفي ما كتبه محمود سقا ومحمد أبو سليمة في الكتاب الرائع فلسفة وتاريخ القانون المصري القديم. يقول: جاء سولون أخذ القانون من مصر وذهب به إلى اليونان وسماه قانون سولون. جاءت روما وأخذته من اليونان وسمته قانون جوستنيان والألواح ال12. جاء نابليون بونابرت وأخذه من روما وسماه قانون نابليون. جينا نحن وأخذنا هذا القانون من فرنسا. السقا وأبو سليمة يقولوا: هكذا بضاعتنا وقد ردت إلينا. فنحن الأصل، ومصر هي فعلا فجر الضمير وهي أصل الحضارة. وكل سنة وانتم طيبين، وبشكركم كثير.